لو انا مدرسة الماني في مصر اقدر اشتغل في المانيا؟ السؤال ده جالي وحبيت اشارك معاكم المعلومات اللي اعرفها عن الموضوع ده، فيا ريت لو الفيديو ده بتتابعوه للاخر ممكن تعملوا شير عشان غيرك يستفيد. فلو انت مدرسة الماني في مصر وبتفكري تشتغلي في المانيا، هل مجرد انك معاكي اللغة وبتدرسي اللغة في مصر كفاية انك تلاقي شغل في المانيا؟ الاجابة للاسف لا. في حاجات تانية لازم ناخد بالنا منها قبل ما نشوف شغل في المانيا. اول حاجه لازم نفرق بينها، انت عايزه تشتغلي في المانيا مدرسه في مدارس حكوميه ولا عاوزه تدرسي اللغه بشكل عام؟ لاننا لو بنتكلم عن مهنه التدريس في المانيا ففي حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. لازم نعرف المؤهل بتاعك من انهي كليه، من انهي جامعه، وكمان اذا كان المستوى الدراسي اللي درستيه مناسب ومتوافق مع السوق الألماني ولا لأ. في ألمانيا في 16 ولاية، كل ولاية ليها ظروفها وليها شروطها وليها مستنداتها المطلوبة. يعني مثلا ممكن تلاقي في بعض الولايات يطلبوا منك مستوى التدريس أو مستوى اللغة اللي عندك يكون C2 اللي هو المستوى الأخير اللي هو النيتف، أو وبعض الولايات ممكن تطلب منك C1 يكون كفاية. في اختلافات تانية ممكن تكون اكبر من كده كتير، ولكن لما بتقدم لهم المستندات بتاعتك والمؤهل بتاعك بيتعمل حاجة اسمها انركنونج، يعني بيتعمل زي معادلة للشهادة بتاعتك. لو في اختلافات ظهرت كتير في الدراسة او بين الدراسة في مصر والدراسة في المانيا، بالتالي بتعمل حاجة اسمها انباسونجسليرجانج، يعني بتبتدي تاخدي فترة معينة تدرسي فيها الفروقات دي عشان تكوني مؤهلة بنفس المستوى للمدرسات او المدرسين اللي موجودين في المانيا. بعد كده بيتعمل حاجة زي ترخيص لمزاولة مهنة التدريس، وتبقي قادرة من خلالها انك تدوري على شغل جوه المانيا. واختصر الكلام ده كله في 3 نقط صغيرة. اول حاجة لازم تشوفي المؤهل بتاعك من انهي كلية، من انهي جامعة. تاني حاجة الدراسات اللي عملتيها، المواد اللي خدتيها كلها لازم تكون جاهزة. وكمان تشوفي الولاية اللي عايز تشتغلي فيها وعايز تعيشي فيها. بعد ما تحددي الحاجات دي كلها تقدري تعرفي وتقدمي في الولاية دي عن طريق اللينك اللي هسيبهولك في التعليقات. ممكن تقدمي المستندات دي ويتعمل عليها تقييم او انكينونج للشهادات بتاعتك، ومن خلالها يتم تقييم اذا كان المستوى بتاع المؤهل والشهادات مناسب انك تبدأي مباشرة ولا محتاجة انك تعملي ليرجانج او انباسونجس ليرجانج اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية. هسيبلك اللينك في التعليقات، ولو في اي حاجة تاني او اي حاجة عايز تسألي عليها ممكن تكتبيلي في التعليقات. اهم حاجة شيروا الفيديو ده عشان غيركم يستفيد.